عز الدين أوناحي رجع نسخة مونديال قطر، والمغرب دار إنجاز تاريخي جديد والحلم مازال مستمر. كيفاش بلان؟ المغرب ربح كندا بثلاثية وتأهل ربع نهائي كأس العالم، ولكن اللي شاف غير النتيجة غيظن أن الماتش كان سهل. الشوط الأول كان من أصعب الأشواط اللي لعبها المنتخب في هذا المونديال. كندا ضغطات وصنعت الفرص، ولكن بونو كان حاضر باش يحافظ على الريتم ديال الأسود في الماتش. وفي الشوط الثاني بان الفرق ما بين منتخب عادي ومنتخب كبير. محمد وهبي قرا الماتش مزيان، بدل الإيقاع والمنتخب رجع بوجه مختلف، ونجد دور اللاعب اللي كنا كاملين كنتسناو، عز الدين أوناحي. بطريقه مدروسه وذكيه ما بين اشرف حكيمي وعز الدين أوناحي جا الهدف الاول اللي قلب الموازين ديال الماتش لصالح الاسود، والهدف الثاني اكد ان أوناحي رجع للمستوى اللي عرفناه في مونديال قطر. جوج فرص وجوج اهداف، هذه هي الفعاليه اللي كانت ناقصه في المنتخب في الماتشات اللي داز. وزيد عليها ابراهيم دياز قدم واحد من احسن الماتشات ديالو في هذا كاس العالم، ورحيم يخفل الماتش بالهدف الثالث في اخر اللحظات. اما بونو مره اخرى دار التصديات اللي خلات المغرب يبقى حي حتى يتبدل الايقاع ديال الماتش. اليوم المغرب ما دارش غير تاهل جديد، دار انجاز تاريخي، ودابا الحلم كيبان اقرب من اي وقت فات. في نظركم واش قادرين نوصلوا نصف النهائي؟ خلوا لي الاراء ديالكم في الكومونتير، وما تنساوش في اللو باش يوصلكم ديما البلان.